بسم الله الرحمن الرحيم. روت فورميشن ده ايه؟ غير ان هو شبه المغرفه بس مش موضوعنا خالص. شوفل شيب ده انسايزر، وده الليبيال سيرفيس، وده اللينجوال بأمارة اللينجوال فوسا، وده السن. ايه ده؟ انت جاي تتكلم عن روت فورميشن وانت جايب السنه بالروت بتاعها؟ لا طبعا احنا مش هنبدا من هنا. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنقوم جايبين السنه قبل ما يتعمل الروت على طول، ما هو الروت اللي هو ده. بنفس الطريقه اياها. هتعمل ايه؟ هتعمل وتقول ايه؟ تك، هتلاقيه اتقطع، مفيش اي مشاكل خالص. احنا بقى عايزين نعمل ده، الاخ ده ابعد عننا شويه. احنا هنوصف السنه دلوقتي قبل ما يتعمل الروت فورميشن على طول. نقول امتى يبدا الروت فورميشن. عايز كل واحد وهو بيتفرج على الفيلم الفيديو ده يبقى قدامه الكتاب او المحاضره بتاعته او تقوم جايب الخطوات كده مكتوبه 1 2 3 4 خطوات واضحه. 1 متى يبدا الروت فورميشن؟ لما الكراون يكون كامل نبدا نعمل روت. غلط. لما يكون في حاجه ثانيه هشرحها لك. بس قبل الحاجه الثانيه دي تحت هنا، لو انا قلبت البتاعه دي دلوقتي ومش هقلبها لانها لسه مش جاهزه، لسه هجهزها. لكن لو انا قلبت البتاعه دي المفروض تبقى متوقع ان الحته اللي تحت دي مسدوده. لا طبعا مفتوحه ومليانه دم، لان الحته دي هتبقى بالك بعد كده روت كانال. فلما جينا قلبناها لقينا حاجه غريبه. ايه بقى الحاجه الغريبه؟ برضه هنقطع على طول بعدين. بسم الله. احنا كنا بنقول ان ده الحته اللي تحت دي لو جينا قلبناها هنلاقي حاجه غريبه. لقينا حاجه غريبه وهي او مش غريبه قوي ان السنه مفتوحه. طبعا ده كل ده هيبقى بالك. يبقى ده دلوقتي تمام صح. ده دلوقتي داخل البالك اهو. بس البالك ده مش هيفضل كده، هنبدا ننزل بالروت بتاعنا، وبقى في الاخر حاجه اسمها ايبيكال فورامين. طب يا ترى انت يا سنه بقى قبل ما تعملي الروت البالك كان مفتوح؟ ايوه. والحته دي اوبننج، السيرفايكال اوبننج. بس الغريب ان احنا لقينا حاجه غريبه قوي. بص على صباعي كده اهو، انا وانا نازل كده اهو كده اهو كده اهو، اتاري الحته دي ايه ده؟ دي سلمه. دي سلمه، دي حته عامله زي السلمه. شايفينها دي باينه؟ الحته دي انا هتنيها بس هي طبعا مش متنيه كده اهو. بص هفردها لك اهي. شايف الحته دي؟ لا دي متنيه كده زي السي دي كده اهو، وداخله لجوه، داخله لجوه. الحته بقى اللي هي المتنيه دي، السلمه دي كلها اسمها ابيثيليال دايفرام. الابيثيليال دايفرام اللي انت بترسمه فتله ده ايه ده؟ ده احنا بنرسمه يا دكتور بعد كده فتلتين تحت في السنه. الفتلتين دول ايه علاقتهم بالسيديهايه دي؟ نعمل الحركه المشهوره نقوم جايبين السنه ونقطعها. مش انت بترسم الرسمه بتاعتك كده سنه من الجنب ليبيال ولينجوال انسايز، يعني ليبيال لينجوال فيو، يبقى احنا هنقطع ليبيال لينجوال فيو. ده ليبيال وده لينجوال اهو. لما نقطعه بقى هيحصل الاتي. هقطع دلوقتي كده اهو. الطريقه الجميله بتاعتنا هنقطع كده. لما نقطع كده اهو خلي بالك ده لينجوال وده ليبيال وده ميزيال وده ديستال. هتلاقي الرسمه اللي انت بترسمها في السكشن في الروت فورميشن، الرسمه الاولانيه الصغيره اللي فوق دي، لما تقطع كده اهو فصلت السنتين عن بعض وتجيب السنه كده، سيبك من دي تعالى بدي. ده ليبيال وده لينجوال. الاحمر ده الدنتين اللي اتكون صح، والاخضر اللي فوق ده الانامل وفوقيه الدنتال اورجان او ريديوس دنتال ابيثيليوم. انا اللي يهمني بقى ايه؟ فاكر اللي كنا بنتكلم عليه ده اللي هو الدايفرام اللي هو عباره عن سي دي. شيء طبيعي لما اكسر السي دي نصين وابص من هنا الاقي لم يتبقى من السي دي الا الفتله دي والفتله دي. يبقى هو في الحقيقه مفيش حاجه اسمها فتله ولا اتنين، ده هو عباره عن اسطوانه مكسوره، وهو ده الفتلتين دول هم الابيثيليال دايفرام. بس هنا فيها كام ابيثيليال دايفرام؟ 1. ولما بكسره بيبان فتلتين. مما يتكون بقى هيستولوجيكالي وازاي بيشتغل. هيستولوجيكالي هو بيتكون من طبقتين انر واوتر دنتال ابيثيليوم، لكن ازاي بيشتغل بقى دي اللي محتاجه موديل تاني. قبل ما نقفل الموديل ده انامل، سوري الاخضر ده انامل وفوقيه طبعا دنتال اورجان، والاحمر ده دنتين، وده الابيثيليال دايفرام. الان سوف نبدا الروت فورميشن. هنا ممكن نشرح اول خطوتين في الروت فورميشن. اتفضلي. خطوتين في الروت فورميشن. 1 متى يبدا؟ لما الانامل الاخضر والدنتين الاحمر يوصلوا للنقطه دي. النقطه دي في المستقبل ان شاء الله لما يتعمل روت هتبقى السيمنتو انامل جانكشن، هتبقى السيرفايكال لاين. لما الانامل والدنتين يوصلوا تحت خالص عند السيرفايكال لاين، مش زي الانامل والدنتين في حاله الليد بيل ستيج في بدايتها اللي انتوا بترسموها في سيكشن العملي. اطلع دلوقتي روح هات الكتاب العملي بتاعك وشوف رسمه الليد بيل ستيج الاولانيه. انتوا بترسموا 2. افتح كتاب العملي وشوف الليد بيل ستيج الاولانيه مش بتاعه الرات مولر،
وبص على الصوره مش الرسمه اللي انت بترسمها، بص على الصوره اللي متصوره، هتلاقي ان الانامل والدنتين فوق عند الانسايزر ايدج، فلسه بدري. اقلب بالصفحه وشوف الرات مولر على الصوره برضو، هتلاقي الانامل والدنتين وصلوا للنقطه اللي من اول دلوقتي يا جماعه. لسه الكراون ما خلصش، لسه هيضيق، لان مش معقول البلب يبقى كل هذا الحجم، لكن من الان انت في نفس الوقت اللي بتضيق فيه البلب انت سوف تبدا صناعه الروت. عايز اقول بقى معلومه مهمه جدا، الدايفرام ضيق الفتحه دي، الفتحه دي من غير الدايفرام كانت هتبقى واسعه كده. كيف يصنع الدايفرام؟ ده كلام مش محتاج موديل من الصلصال، لكن محتاج تركيز في المحاضره، ومحتاج انك انت تتخيل الخلايا اللي هي الانر والاوتر. طبعا دي شباب في الصلصال، بس بيقولوا ان كان في هنا حاجه اسمها سيرفايكال لوب، لفه صغيره كده من الخلايا. هذا السيرفايكال لوب نركز مع بعض، بدا يحصل له السيرفايكال لوب بيتكون من 4 خلايا، انر واوتر وستراتم وستيليه. الانر والاوتر دنتال ابيثيليوم فقط يعملوا ايه؟ بروليفريت، يتكاثروا للداخل هوريزونتالي. اذا هذا الدايفرام هو امتداد عرضي هوريزونتال من السيرفايكال لوب. الحكايه محتاجه تفصيل مش باينه هنا اهو، بس انا يهمني هنا اشرح لك حاجتين. ان هذا الدايفرام ضيق لي الفتحه دي، لما امتد الدايفرام الفتحه دي اسمها دايفراجماتيك اوبننج، اللي في المستقبل لما اعمل الروت هتبقى الابيكال فورامين، بس ما زالت واسعه. اصل دي الملحوظه رقم 1. تعال نراجع الروت فورميشن، نبص الخطوات معايا. 1، متى يبدا؟ لما الانامل والدنتين يوصلوا للفيوتشر، النقطه اللي سوف تكون سيمنتو انامل جانكشن. 2، خلاص وصلت السيمنتو انامل جانكشن، كيف يصنع الروت؟ 1 او نمره 2 قصدي الخطوه الثانيه، ان يبدا الاوتر والانر دنتال ابيثيليوم من السيرفايكال لوب يمتدوا بالعرض ليصنعوا هذا الفتله او السي دي اللي اسمه ابيثيليال دايفرام. ليا ملحوظتين في الدايفرام قبل ما نخش على الخطوه الثالثه. الاولى انه يضيق السيرفايكال اوبننج، يضيقها. الثانيه ودي عايزك معلش انا اسف يعني ما تفهمهاش قوي بمجمل الجمله دلوقتي، افهمها فهم عام. بيقولوا ايه؟ ان يا ترى ده الدايفرام ده الذي سوف يصنع الروت. يقينا الروت هيتعمل تحت، يقينا الروت هيتعمل تحت، بس السؤال هل يا ترى الدايفرام عشان يعمل الروت هينزل؟ ولا الدايفرام قاعد في مكانه والسنه اللي بتطلع ويتصنع روت هنا ما بين طلوع السنه وما بين الدايفرام الثابت اللي اخترناه اللي هو الواقع؟ هو الحقيقه انه بينزل شويه ويثبت شويه والسنه تطلع شويه وتزق شويه، قصه طويله جدا هتعرفوها ان شاء الله في الترم الثاني في شابتر اسمه الايرابشن. الحقيقه ان الدايفرام بينزل شويه ويفضل شويه ويطلع السن شويه وهو يثبت شويه، قصه طويله. لكن الشاهد انه على بال ما اعمل الروت الدايفرام اكتشفنا انه ريلاتيفلي نسبيا بيفضل ثابت في مكانه. النهارده معلش ما توجعش دماغك وتفهمها اكتر من اللازم، هتفهمها بعدين، هي هتتشرح في نص محاضره ان شاء الله في الترم الثاني. لكن الشاهد ايه؟ صناعه الروت ليست هكذا، ليست هكذا. مش الدايفرام بينزل كده، الدايفرام واقف الدايفرام واقف اهو، والسنه اللي بتطلع بس وهي طالعه الفراغ اللي بتسيبه تحتها ده هو اللي بتصنع فيه الروت، والدايفرام ثابت في مكانه خالص. بعدين يقوم قافل الابيكال فورامين. الكلام ده محتاج تفصيل عشان نفصله، هنعمل موديل جديد، بس الموديل الجديد هيعتمد على القديم. انا هسيب ده زي ما هو كده اهو، ونشوف يا ترى بقى ازاي السنه تطلع لفوق كده والدايفرام لسه قاعد في مكانه. بعد الفاصل اقول لك اهي فوز. طيب احنا اتفقنا ان الدايفرام ثابت في مكانه، الدايفرام ثابت في مكانه والسنه نفسها تطلع لفوق. اصل انا دلوقتي خلاص المكتب ده انا عايز اعمل روت، وانت يا دايفرام بقول لك انزل اعمل روت، مش راضي ينزل. يبقى الحل ايه بقى؟ ان انا اطلع لفوق والروت يتعمل في الفراغ الفاضي ده. فممكن واحد يفهمها ببساطه يقول خلاص احنا نطلع لفوق شويه فيتبقى مثلا ملي، يوم الدايفرام ينزل الملي ده. هي حاجه شبه كده بس مع بعض التحوير، ان اصلا الدايفرام ثابت واحنا بنطلع الملي الدايفرام ما بيطلعش معانا. طب كده هتحصل مشكله يا دكتور. ايه هي؟ ان الدايفرام لو قاعد في مكانه متربس والسنه عايزه تطلع الدايفرام هيتقطع. فكان لابد من الحكمه الالهيه. ايه هي بقى؟ ان الدايفرام نفسه تحديدا في الزاويه دي، في الحته دي، هو عارف ان الحته دي هتتشد منه دلوقتي فهتتقطع. فسبحان الله تتحول هذه المنطقه الى بروليفريشن زون، منطقه للتكاثر الرهيب، عامله بالظبط
زي بكرة الخياطة. لو أنا جبت بكرة خياطة حطيتها على الأرض ومسكت طرف الخيط وسحبت، هيتسحب معايا خيط، يبقى ايديا لسه متوصلة بالبكرة عن طريق هذا الخيط، بس البكرة ما بتطلعش معايا. ليه؟ لأنها ما شاء الله مليانة، أنا عمال أسحب منها. ده اللي هيحصل دلوقتي. هنا في بكرة من الخلايا، فمهما تسحب السنة عن الديافرام، أي نعم الديافرام هيبقى بعيد عن السنة، لكن هذه الخلايا الغزيرة هتؤدي إن يفضل في وصلة طولية بين الديافرام وبين السنة. طب إزاي الكلام ده يحصل؟ معلش احنا هنعملها بدائية شوية، وفي فيلم تاني ملحق بهذا الفيديو موجود معمول 3D، هتلاقي اسمه روت هاني ده اخويا، اصلا من الصين بقى. اخويا ده ضابط شرطه على فكره امن مركزي، بس تعرفوا ان احنا كده واحد بدايه واحد امن مركزي مسيطرين على البلد كده يمين شمال واخدينها ما علينا. فهاني ده بقى اللي هو اخويا اللي عمل الفيلم ده، يبقوا ادعوا لي. الفيلم هتفهم بيه يعني ايه السنه تطلع والديافرام ثابت في مكانه، سهله ما فيهاش حاجه. لكن انا عايز افهمه لك كده اهو عشان يبقى هاني وخالد شغالين الاثنين مع بعض. بص كده، انا هطلع بدي فوق شويه وسبت ده تحت، هتكون النتيجه من غير ما توقف وقت خلاص ماشي. هتكون النتيجه المنظر ده. هنشيل بقى الديافرام ده عشان بس الناس ما تتلخبطش. هيكون النتيجه هذا المنظر. ايه اللي حصل؟ بالراحه بقى. اللي حصل ان السنه طلعت لفوق والديافرام قاعد في مكانه، بس ما شاء الله طول ما السنه بتطلع عماله تسحب منه. السنه اهي، الديافرام اهو، السنه عماله تسحب منه. فبيكون النتيجه ان يبقى في هنا حته كده اهو من الابيثيليوم اهي. عشان تتخيلها اكتر، تمارين يا سنه اطلعي كمان، وانت يا ديافرام افضل في مكانك، وانت يا منطقه اللي بتتكسري افضلي تكسري لفوق. فنلاقي هذا المنظر. بص كده ما شاء الله، كل ما السنه تطلع اكتر، كل ما السنه تطلع اكتر، كل اي نعم ما بتبعد عن الديافرام، لكن كل هذا عباره عن خلايا السنه عماله تسحب من الديافرام. فبتكون النتيجه بقى حاجه غريبه. لو رجعنا بقى السنه دي في مكانها، ده اللينجوال اهو، وده الليبيال اهو، وده كده الكراون. الله، ده انت يا دكتور كانك بالظبط عملت حته من الروت اهي. يعني الحته دي شبه الروت، ده عامل بالظبط زي قالب، وهصب فيه روت دلوقتي، هصب فيه دنتين. اذا هذين الخطين دول مش خطين، دول مش خطين، دول اسطوانه واحنا قاطعين فيها مقطع، زي ما دول ما كانوش فتلتين، احنا قاطعين فيها مقطع. هذين الخطين هما اسطوانه اسمها منطقي جدا. مش هم عباره، الخطين دول مش هم عباره عن ايبيثيليوم جاي من الديافرام؟ مش هم عباره عن روت؟ لا، دول غشاء سوف نصنع داخله الروت. عشان كده الراجل اللي اكتشفه سماه ايبيثيليال عشان تركيبه، روت شيث عشان هو غشاء سوف نصنع فيه الروت. اذا هذا هو غشاء من الابيثيليوم سوف نصنع داخله روت، فسميناه ايبيثيليال روت شيث. والراجل اللي سماه كده اسمه هيرتويج، فسماه على اسمه ايبيثيليال روت شيث اوف هيرتويج. واسم الدلع إرش، ERSH، Epithelial Root Sheath of Hertwig. السؤال ده بقى من أهم الأسئلة. ماذا تعرف عن الإبيثيليال روت شيث اوف هيرتويج؟ أنا غششك أنا بقى. واحد، من أين جئت أنت يا خطين أنتوا؟ إحنا جينا من تكاثر خلايا الديافرام في اتجاه فوق ولا تحت؟ فوق. فوق يعني في اتجاه الكراون. اكتب بقى واحد، ده سؤال على جنب. سيب بقى الكتاب اللي مكتوب فيه الروت فورميشن وقف عند الخطوه دي. احنا وصلنا في خطوه ايه بقى؟ عد معايا كده. واحد، متى بدا الروت فورميشن؟ لما الانامل والدنتين وصلوا للفيوتشر سيمنت وانامل جانكشن. اثنين، بداوا بان يتعمل دايفرام وهو تكاثر خلايا السيرفايكال لوب انر واوتر فقط، انر واوتر فقط. ثلاثه، ان هذا الدايفرام هنا فيه ملحوظتين، انه ضيق فتحه السيرفايكال وانه ثابت في مكان تقريبا ما بينزلش ولا يطلع غالبا يعني. اربعه، ان لما السنه بتطلع لفوق بتسحب من الدايفرام اكستنشن اسمه قرش. اقف عند اربعه دي وتعالى نتكلم عن القرش شويه. اقف عند اربعه، تعالى نتكلم على سؤال اسمه قرش. واحد، من اين جاء القرش؟ كورونال بروليفريشن من الابيثيليال دايفرام، تكاثر خلايا الدايفرام لفوق. اثنين، ما هو تركيبه؟ ابيثيليال، انر واوتر. انر ناحيه الدنتال بابيلا، واوتر ناحيه الدنتال ساك، وترسم له رسمه. فانكشنز
ماذا يصنع هذا القرش؟ ليه 3 وظائف، مش هنقولهم متجمعين، هنقولهم متفرقين. الوظيفة الأولى مولد، قالب، مولد ذا شيب اوف ذا روت، على أساس شكله نعمل الروت جواه. 2 إن الخلايا الداخلية اللي هي الانر دنتال ابيثيليوم دي وجدت نفسها قصاد العصب ده أو الدنتال بابيلا، فاكرينهم؟ الدنتال بابيلا دي اللي فيها خلايا اسمها اندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز، عندها قدره انها تتحول لاودونتوبلاست وتعمل دنتين. راجع الايرلي بيل ستيج، راجعها قبل ما تشتغل. الناس بتغلط غلطه عمرها، يقول لك ما فهمتش روت فورميشن، لانك ذاكرت الخطوه الثالثه وهي الروت فورميشن قبل ما تذاكر الخطوه الاولى والثانيه اللي هم الايرلي بيل والليت بيل والتوث ديفلوبمنت عامه. لو مش مذاكر التوث ديفلوبمنت، اقفل الفيلم ده، اقفل روح اتفرج على اي فيلم عربي تاني، او روح ذاكر التوث ديفلوبمنت، لان كده انت بتضيع وقتك. طيب نرجع لموضوعنا. القرش من اين جاء؟ خلاص قلنا تركيبه، خلاص قلنا وظيفته، قلنا 2 فاضل واحده مش هقولها دلوقتي. الاولى ان هي مولد، الثانيه ان هو الانر دنتال ابيثيليوم بتاعته تحفز الخلايا الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز اللي في الدنتال بابيلا عشان تبدا تعمل دنتين هنا. مش الاحمر اتفقنا ان هو دنتين؟ الدنتين ده هيبقى بتاع كراون ولا بتاع روت؟ بتاع روت. يعني مين اللي صنع الروت دنتين؟ اياك تقول لي القرش، اياك. اللي صنع الدنتين بتاع الروت الخلايا الاودونتوبلاست اللي كانت اندفرنشيتد واتحفزت، بس مين اللي حفزها؟ الروت شيت. عشان احنا في ناس بتختصر زياده عن اللزوم. اقول له قول لي وظائف القرش، يقول لي 1 مولد، 2 بيعمل روت دنتين. غلط، هو بيحفز الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز اللي في الدنتال بابيلا اللي تتحول لاودونتوبلاست اللي تعمل هي بقى روت دنتين. انديوس. هذا يستدعي ان احنا بقى نقلب الورقه بتاعت القرش، سيبها على جنب كده وتعالى تاني لورقه الروت فورميشن. هات بقى كده، احنا وصلنا لحد فين؟ تكون القرش والذي يصنع وظيفتان حتى الان. اذا الخطوه الثانيه لصناعه، الخطوه بقى تعتبر الرابعه او الخامسه لصناعه الروت. يلا يا قرش اشتغل. بس في ملحوظه بتقعد تقرا انت فيها تلت ساعه في الكتاب، مع ان هي سهله جدا. بيقول لك هل تفتكر الدنتال بابيلا قبل ما نعمل القرش كان طولها قد ايه؟ كان طولها 4 مللي مثلا. تفتكر لما القرش يطول كده اهو ويبقى السنه طول كده، هل الدنتال بابيلا هتفضل الحبه دول ولا هتنزل لتحت كمان؟ اكيد هتنزل. مكتوب بقى عندك كده ان في بروليفريشن للدنتال بابيلا متماشي مع البروليفريشن اوف ذا ابيثيليال روت شيت اوف ذا هابت. ان لازم ده لما يتعمل يبقى قدامه دنتال بابيلا. الخطوه اللي بعد كده اللي انا قلتها، الخلايا الداخليه من القرش اللي هي انر دنتال ابيثيليوم تلمس الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز اللي في الدنتال بابيلا اللي طولت، اللي بقت في الروت دلوقتي اهي، دي روت كانال، دي هتبقى روت كانال بعد كده. تتحول فيها الخلايا الى اودونتوبلاست، الاودونتوبلاست يصنع الروت دنتين اللي طبعا هيبقى مستمر مع الكراون دنتين. دي الرسمه الثانيه اللي بترسمها في سيكشن الروت فورميشن، بتلاقي الدنتين طول في الرسمه الثانيه. طول ليه؟ لانه بدا يمتد الى الروت. هنا بقى يجي السؤال، قبل ما تذاكر الخطوه اللي جايه دي اسال نفسك سؤال، هو الروت ده اناتومي دنتيشن، الروت بيتكون من ايه؟ من جوه لبره كده. طيب موجود روت كانالات، دنتين موجود. هل انت عايز على الروت انامل؟ لا، والحمد لله. علشان كده الله عز وجل، سبحان الله، والله درس دين يا جدعان، مش ممكن الكلام ده. الله عز وجل قال للانر والاوتر روحوا لوحدكم وما تاخدوش معاكم، ده من زمان من اول ما بدانا الروت فورميشن، وما تاخدوش معاكم الاستراتم والاستليت. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا قبل كده في الليد بيل ستيج، روح راجع الليد بيل ستيج، ان تكوين الانامل يستلزم يونت اوف سيلز، فورماتيف يونت اوف سيلز، وحده من الخلايا. اميلو اللي هي الانر بس لوحدها ما تسقفش، لازم معاها استراتم وستليت. سبحان الله. يبقى ربنا قال الانر انزلي لوحدك لان احنا محتاجينك، لان الانر هي اللي هتجيب الاندفرنشيت، تخلي الاندفرنشيت تبقى اودونتوبلاست، فلازم تنزل. وهي ما بتعرفش تنزل لوحدها لان معاها بيزمنت ممبرين واخدها مع الاوتر اوفر هديه كده لازقين في بعض. لكن الاستراتم والاستليت لو نزلوا تبقى مصيبه. كان زمان دلوقتي الدنتين لبس الانر والاوتر والاستراتم والاستليت، فحصل ريسيبروكال اندكشن. طبعا اللي واقف قدامي دلوقتي وقاعد بيقول لي مين ده؟ بقول ايه ده؟ ايه الريسيبروكال اندكشن ده؟ ايه الانر والاوتر؟ ايه الفورماتيف يونت؟ اقفل وروح ذاكر التوث ديفلوبمنت، بدل ما انت ضيعت التوث ديفلوبمنت وهتضيع دلوقتي الروت فورميشن. روح ذاكر ريسيبروكال اندكشن، ان الانر تلمسها الدنتين تتحول لاميلوبلاست. كل اللي انا حكيته ده انا عايزه ولا مش عايزه؟ مش عايزه. انا عايز دنتين فوقيه اصلا مش انامل، انا عايز دنتين فوقيه سيمنت. مش ده روت؟ طيب دنتين سيمنتوم. مذاكر؟ انت بتقول لي والله انا مذاكر. طب انا هسالك سؤال، من اين ياتي السيمنتوم؟ من الدنتال بابيلا ولا من الدنتال اورجان ولا من الدنتال ساك؟
من الدنتال ساك. مش مذاكر؟ روح ذاكر. هتلاقي في الكاب ستيج هتلاقي مكتوب كده ان الانامل اورجان بيديني انامل، والدنتال بابيلا بتديني دنتين وبالب، والدنتال ساك بتديني 3 حاجات اللي هي السيمنتم والبي دي ال والالفا بروبر. الشاهد ان سبحان الله الدنتين يعلم جيدا ان السيمنتم اللي هو عايزه مش موجود هنا، مش موجود هنا في الروت شيف، موجود هنا في الهواء ده اللي اسمه دنتال ايه؟ ساك. فكان لابد ان نتخلص من هذا العزول اللي هو مين؟ الروت شيف. يا راجل تاكله عظم لحم وترميه عظم. بقى بعد ما عملك انت يا دنتين تقوم انت يا دنتين انتوا والدنتال ساك عشان عايزين تقابلوا بعض. ايوه هو كده، احنا ما عندناش عزيز يا معلم. خلاص انت يا انر دنتال ابيثيليوم جبتينا وعملنا دنتين، خلاص مش عايزين روت شيف بعد كده. يا سلام. ارجع بقى للكتاب تاني، بص مكتوب ايه؟ احنا وصلنا لحد خطوه تكون الروت دنتين، وصلت لها بصيت عليها. تعالى لي بقى الخطوه الثانيه، عايزين نعمل روت سيمنتم. فكان لابد ان نتخلص من القرش، من الروت شيف. وهنا يبقى فيه كماشه الدنتين من جوه والدنتال ساك انفيجن من بره. اكيد في ناس كتير من اللي بيتفرجوا حصل لهم كده قبل كده في اي خناقه، تلاقي واحد ماسكك من قدام والتاني مديك على قفاك من ورا، تبقى وحش قوي دي. اهو ده اللي حصل في الروت شيف. القرش الدنتين قفشه من قدام كده اهو، ماسكه ناشف الدنتين زي ما انتم عارفين، والدنتال ساك انفيجن تك 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 بتخبط في مين؟ في القرش الغلبان دي. يخرب بيوت، ده انا اللي عاملها، ما علينا. بس القرش ما سكتش. عارف انت لما تتخانق خناقه وتلاقي نفسك عمال تتضرب والراجل اللي قدامك عمال يضرب فيك يضرب فيك يضرب فيك، فانت خلاص هتموت، فقبل ما تغمى عليك ولا حاجه عايز تعمل اي منظر فتقوم، ولا نشيلها في المونتاج دي مش مهم، تقوم عامل له حاجه في وشه كده تغرق له وشه خالص. اهو ده سبحان الله القرش عمل كده بالظبط. قال لهم انتوا فاكريني ايه يعني؟ انتوا عمالين تضربوا فيا، انا هموت دلوقتي وهتكسر دلوقتي، بس قبل ما اتكسر انا هفرز طبقه. القرش قبل ما يتكسر على طول بيعمل الوظيفه الثالثه اللي احنا اجلناها من زمان، طبقه على سطح الدنتين اسمها انترميديت سيمنتم. وكأن الروت شيف بيقول للدنتين انت يا دنتين انت عمال تضربني وتموتني عشان عايز توصل للدنتال ساك اللي ورايا عشان يتعمل سيمنتم. انا هموت، بس قبل ما اموت انا عايز اقول لك كلمه لله، انا برضو بعرف اعمل سيمنتم. قام هو عمل طبقه اسمها انترميديت سيمنتم وتكسر. مين اللي بيتكسر ده؟ الروت شيف اتكسر واتبقى الدنتين. الدنتين دلوقتي بقى مين اللي خابط فيه؟ الدنتال ساك. الدنتين كان قدام الروت شيف اتكسر. بس على فكره اقرا بقى مكتوب عندك ايه؟ اول ما يحصل انفيجن للروت شيف هيلوز اتس كونتينيوتي، يعني هيتكسر. بس في ملحوظتين، اولا ان هو بيكون انترميديت سيمنتم قبل ما يتكسر، طبقه كده على الدنتين قبل ما السيمنتم يجي، ودي هتتشرح في شابتر السيمنتم تاني ان شاء الله. ولكن لما بيتكسر بيتبقى منه بواقي. شايف الباقيه دي؟ اشلاء جثه صغيره كده. البواقي دي اسمها epithelial root sheath of Hertwig remnants. ما اسمهاش كده، اسمها epithelial rests of Malassez او ملاسي. الراجل ملاسي اللي اكتشفها سماها بواقي epithelial، وهي عباره عن روت شيث اللي بتتبقى هي بقى هنا اهو. هنا هو يعني فين؟ يعني بين الروت وبين العظم، بعد الروت على طول، يعني في البريدونتال ليجمنت. هذه البواقي هتاخدوها ان شاء الله السنه الجايه في الاورال باثولوجي. الطبيعي ان هي ما تعملش حاجه، لكن ممكن تعمل سيست بريدونتال سيست، او تيومر بريدونتال تيومر، او تعمل حاجه اسمها دنتكل، او تخش جوه البلب وتعمل حاجه تخش جوه البلب وتعمل حاجه اسمها دنتكل، او تعمل حاجه اسمها سيمنتكل ودنتكل والسيست والتيومر والكلام ده كلهم اسمهم مصير الملاسيز. مصير الملاسيز. احنا عايزين بس نقفل الروت فورميشن ونرجع تاني للسؤال اللي انت ركنته على جنب بتاع القرش، هنرجع له دلوقتي. بس المهم راجع معايا الخامس مره. كيف يصنع الروت؟ 1 لما الانامل والدنتين يوصلوا لفيوتشر سيمنت وانامل جانكشن. 2 يتعمل الدايفرام اللي بيضيق السيرفايكال اوبننج وهيفضل ثابت ان شاء الله. 3 يحصل منه كورونال بروليفريشن يعمل ابيثيليال شيت اوف هيرتوج والذي. 4 الانر سيلز بتاعته تعمل اندكشن للاندفرنشيت ميزنكايمال سيلز فيجي اودونتوبلاستا بتعمل رود دنتين. 5 مع هذا انا نسيت اقول لكم 4 قبل دي ان الدنتال بابيلا بتتكاثر مع القرش. 5 ان القرش يعمل الاندفرنشيتد يحفزها فتيجي اودونتوبلاستا. 6 الدنتين لما يلمس القرش، الدنتين مع انفيجن من الساك من بره، القرش يتكسر، بس قبل ما يتكسر يفرز انترميديت سيمنتم، وبعد ما يتكسر يتبقى منه بواقي. ولكنك الان عملت الحبه دول، تفضل السنه كل ما تطلع اكتر، كل ما السنه تطلع اكتر كل ما يتعمل حته روت شيت كمان.
اكتر قول شيت كمان، اكتر قول شيت كمان، لحد ما نوصل لمنظر هقوله لكم دلوقتي حالا ان شاء الله. بسم الله. احنا وصلنا دلوقتي لحد فين؟ ان الكراون خلص، بس المره دي الاخضر ده كله انامل. الاخضر ده كله انامل، والاحمر ده كله دنتين. بس الاخضر بقى اللي هنا بتاع الروت هيبقى سيمنتو عشان عندنا عجز في الالوان. يبقى الاحمر تماما دنتين، والاخضر ده انامل، وده سيمنتم. حتى اللاين ده احنا اتفقنا قبل كده النقطه دي اسمها سيمنتو انامل جانكشن. احنا مش عايزين بقى نعمل روت، خلاص الروت بيتعمل، بس عندي مشكلتين في الروت ده، انه واسع وان الابيكال فورامين واسع. شوف قد ايه عايزين نضيق الابيكال فورامين ده. احنا هنحل المشكلتين في نفس الوقت. ادي يا سيدي الابيكس الواسعه، ومن الشاطر بقى يقول لي مين ده؟ ده الديافرام. الفتحه دي انا عايزها، لو انت متخيل ان دي سنه عايزها تبقى هي الابيكال فورامين. هذه الفتحه حتى الان اسمها دايافراجماتيك، اسمها دايافراجماتيك اوبننج. فبيقول لك فيرست الروت ايبكس اللي انا بعمله ده لاير اوف دنتين زياده اهي تكونت. انا بضرب عصفورين بحجر، انا دلوقتي بضيق الايبكس وبضيق الروت كمان. فيرست الكلام ده هتلاقيه مكتوب بالنص بقى، ذا ايبيكال او سيرفايكال اوبننج نارود تضيق تو ذا سايز اوف diaphragmatic opening. ان انا اعمل شويه دنتين تاني. قبل ما يتكون الحبه دول كانت الدنيا واسعه قوي، ايوه مقفوله، بس مقفوله بابيثيليوم. انا مش عايز كده، انا عايز اكون شويه دنتين. طب يا دكتور مين اللي هيكون الدنتين ده؟ عادي، اودونتوبلاست قاعده هنا قاعدين طول العمر. اللي مركز معايا ممكن يقول لي بقى طب واضيق الحته دي كمان ازاي؟ اول حاجه بقى انا اتخلص من هذا الديافرام، لان انا خلاص مش عايز اطول الروت تاني، انا عايز اضيقه بس. اول ما اتخلص من هذا الديافرام، الحته دي محتاجه شويه دقه بقى في الكلام. اول ما اتخلص من هذا الديافرام هيكون النتيجه دلوقتي ان الدنتال ساك اللي هي بتعمل السيمنتم، كل ما هو خارج ده كل ده، الدنتال ساك دلوقتي لمسه شويه الدنتين دول، صح ولا غلط؟ مش ده سيمنتم؟ مش السيمنتم ده جه لما الدنتين لمس الدنتال ساك؟ طب وايه المانع ان هذا الدنتين لما يلمس السيمنتم اللي تحت يلمس، انا اسف، الدنتال ساك اللي تحت يتكون عليه سيمنتم. يبقى الحته الخضراء اللي بعملها دي مش دايفرام دلوقتي، دي عباره عن ايه؟ سيمنتم. ودي ايه؟ سيمنتم. بس انت يا دكتور ما عملتش حاجه، احنا عايزين نضيق دي، نصبر على بعض. انا تخلصت من الديافرام، وده دلوقتي السيمنتم متصل مع السيمنتم اللي هنا، كل الاخضر ده سيمنتم، كل ده سيمنتم، مفيش اي مشكله. مش في اودونتوبلاست هنا؟ تستمر تستمر تستمر، كل ده استمرار في عمل الاودونتوبلاست. طبعا مش لوحدها، هي وكل اللي فوق، لكن المهم ان كل ما حته دنتين تظهر في الصوره انهم عاملين سيمنتم فوقيها. كل ما حته دنتين تظهر في الصوره انهم عاملين سيمنتم فوقيها. يبقى مع الوقت بقى، علشان بس نوفر عليكم وقت، ده عمال يقرب وده عمال يضيق، ده عمال يقرب، كل شويه نعمل دنتين وسيمنتم دنتين وسيمنتم لحد ما ربنا يقول له بس اقف. تبقى الفتحه دي اسمها دلوقتي ايبيكال فورامين. الكلام ده كله، الرغي ده كله مكتوب في سطرين اتنين. واحد، the apical foramen is first narrowed to the size of the diaphragmatic opening اللي هي الدي الاولاني، وهتخلص من الديافرام ويجي السطر الثاني then continuous formation of dentin and cementum بيعمل narrowing للapical foramen.